يجب علي أن أقوم بتنسيق العناوين الرئيسية بلون معين وبتنسيق معين ليسهل علي تحديدها. مثلا الباب الأول وضحنا له هذا التنسيق، والباب الثاني هنا أيضا وضعنا له نفس التنسيق، والباب الثالث والباب الرابع. ثم هنا لدي الأبواب تنقسم إلى مباحث، في كل باب عدة من المباحث كعناوين فرعية. عندي هنا الباب الأول في المبحث الأول والمبحث الثاني هكذا، وهنا الباب الثاني لديه أيضا المبحث الأول والمبحث الثاني، وبهذه الطريقة. وضحت الفكرة؟ أيضا يمكن أن يكون لدي مستوى ثالث ورابع وخامس من العناوين وسادس وهكذا إلى ما لا نهاية، أي عناوين رئيسية ثم تليها عناوين فرعية ثم تليها عناوين فرعية وهكذا. طيب الفكرة أنه كل مستوى أقوم بعمل تنسيق خاص به أطبق على كل المستوى ليسهل علي تحديده. طيب نيجي نشوف اللي هو أول حاجة، أول مستوى اللي هو مستوى الأبواب. بعد ما قمنا بجعل كل مستوى من العناوين الرئيسية أو الفرعية منها في البحث بلون تصميم مختلف، يجب علينا تحويلهم إلى الهيدنج. في الستايل الخاص في قائمة هوم، في الأدوات الخاصة بالستايل لدينا heading 1 heading 2، وكل ما استخدمنا heading سوف يظهر heading جديد 3 4 5 6 7. الفائدة من الهيدنج هذه تعطي أولوية أو عنونة للنصوص، تحدد أن هذا النص هو عنوان رئيسي، تعرف النص المستوى الأقل منه أنه عنوان فرعي، والمستوى الأقل منه هو عنوان فرعي آخر، وهكذا، بحيث أن كل الأبواب يجب أن أختار لها heading 1. أما المباحث أختار لها heading 2. إذا كانت هناك عناوين رئيسية داخل العناوين المباحث، أي فرعية من عناوين المباحث، أختار لها heading 3 وهكذا. الطريقة بتاعت مستويات يعني. طيب أولا كل ما علينا أقوم بتضغيط الباب الأول، ثم من قائمة هوم أختار اللي هو select، وأختار اللي هو select all text with similar formatting، يعني تحدد لي كل النصوص التي تحتوي على نفس التنسيق. لاحظنا لو سحبنا للأسفل قام بتحديد كل العناوين، لأنها عناوين الأبواب لأنها تحتوي على نفس تنسيق النص. وضحت الفكرة؟ طيب بعد ما اخترنا عناوين الأبواب أختار لها، أضغط على heading 1، والآن يجب علي إعادة تنسيقها. أذهب أنسقها جديد كما كانت، نفس اللون، أضع لها حجم الخط، وأضع لها في الوسط وسط المستند. هكذا قمنا بوضعها كهيدنج وأعدنا تنسيقها كما كانت. الآن نذهب إلى المستوى الثاني اللي هو المباحث. نضل على أي واحد من المباحث ونذهب نفس الخيارات نفس الطريقة select اللي هو text with similar format، يعني حدد لي كل النص الذي يحتوي على نفس التنسيق. الآن نختار اللي هو النص في الستايل اللي هو الهيدنج 2. بعد ما اخترنا الهيدنج 2 يمكنني هو إعادة تنسيق النص بما أنه مظلل جاهز، أعيد تنسيقه كما كان في السابق مثلا بهذه الطريقة، وأعيد حجم الخط الخاص به. هكذا قمنا بتحديد المستوى الأول من العناوين والمستوى الثاني من العناوين. الآن نريد أن نستخرج جدول المحتوى أو الفهرس الخاص بالبحث، إما في أعلى البحث في بداية البحث، إما في نهاية البحث حسب المطلوب مننا. وضحت الفكرة؟ والآن بضغط الزر يمكننا إضافة الفهرس أو جدول المحتوى. ذهبنا إلى نهاية البحث ووضعت المؤشر في هذه الصفحة، انتر لأنزل السطر الجديد. كل ما علي أن أقوم بالذهاب إلى قائمة ريفرنس، ثم أقوم بالذهاب إلى table of content أي جدول المحتوى. أظهر لي عدة تنسيقات أو عدة طرق لإظهار جدول المحتوى. اخترت أول خيار مثلا، قام بإدراج جدول المحتوى لو لاحظنا بشكل مباشر. لاحظت الفكرة؟ حدد لي كل باب والصفحة التي توجد فيها هذا الباب، المبحث وكل مبحث والصفحة التي يوجد فيها المبحث وهكذا. وهنا نحن استخدمنا مستويين، لو لاحظنا المستوى الأول يبدأ من البداية هنا، الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث. المستوى الثاني الفرعي منه مباحث
هنا المبحث الأول، الباب الأول فيه مبحث واحد، الباب الثاني فيه مبحثين، الباب الثالث فيه مبحثين. وضحت الفكرة؟ في بعض الحالات عند زيادة حجم الخط أو إضافة أبواب جديدة نحتاج إلى تحديث هذا الجدول. كل ما عليه الذهاب إلى قائمة reference إلى update table. من update table لدي هو update page number only، أي اللي هو تحديث الأرقام الصفحات فقط. عند تكبير الخط سوف تنتقل العناوين إلى صفحات أخرى. وضحت الفكرة؟ فعندها يجب علي تجديد اللي هو أو تحديث الأرقام، أو عند إضافة نص إضافي في المحتوى ستنتقل العناوين التي أسفل من هذا النص إلى صفحات أخرى. وضحت الفكرة؟ أما في حالة ثانية اللي هو update tier table، نريد تحديث مثلا ضفنا عناوين جديدة، مبحث أو باب رابع، ومع هذا الباب الرابع مباحث، إذا نحتاج عمل أبديت للجدول بالكامل. وضحت الفكرة؟ ثم ضغط على أوكي، وهكذا سوف يتم تعديل الجدول بالكامل. هذا كل ما يتعلق بإدراج الفهرس أو table of content بكل بساطة.